تعالي شوفي الجديد. الفراخ هاتيها وفي التلحيسة نزليها، أيوة زي ما بقولك كده، زي ما عملناها في السمك قبل كده وعطت قرمشة رهيبة. تعالي النهاردة شوفي الجديد في الفراخ، الوجبة كده اللي لازم ناكلها مرة في العيد. تعالي النهاردة أقولك ازاي تبطلي تطلبيها وفي ثواني هتعمليها. اسمعوا لي كده صوت القرمشة، رهيبة جدا، ولا الطعم والتسوية وتتبيلة من الآخر، ولا هتنقعيها ليلة ولا هتبقي مش واثقة من التسوية. هتعمليها معاكي وانتي واثقة 100%. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. استخدمي معاكي دبابيس فراخ، قطعيها 8 قطع، أجنحة اللي انتي حباه مفيش أي مشكلة. حلة أبوك معايا على النار، حطيت فيها معلقة كده من الزبدة، ممكن زيت بس الزبدة بتطعم الفراخ قوي. وحطيت معايا كمان ورقتين من ورق اللوري، شوية حبهان كده، فصين، بصلاية كده متقطعة مكعبات، وطماطمية متقطعة مكعبات. ممكن تضيفيهم 4/4 مفيش مشكلة، لكن أنا قطعتهم مكعبات، هقولك دلوقتي ليه. وابدأ بقى بعد ما اشوحهم كده انزل معايا الفراخ زي ما قلتلك، سواء دبابيس او اجنحة او فراخ 8 قطع. نزلت الفراخ بالشكل ده. تعالي بقى نبهرها، رشة كده من الفلفل الأسود، رشة من الكركم حوالي نص معلقة صغيرة، يبقى الفلفل الأسود ربع معلقة والكركم حوالي نص معلقة صغيرة. هيدي لون حلو قوي للفراخ وللرز بعد كده، أصل احنا هنعمل الرز كمان في نفس الحلة. وحطيت معايا معلقة صغيرة ممسوحة من توابل الفراخ، ورشة من البابريكا حوالي نص معلقة صغيرة، والملح بتاعي ضفته من دلوقتي، مفيش أي مشكلة، الدبابيس ما بتاخدش وقت في التسوية. واشوح كل ده مع بعض كده، وابدأ بعد كده لما التوابل كده تتحمص وريحتها تطلع انزل عليها بالمية. انزل المية تغطي كده الفراخ، واسيب الفراخ تستوي معايا بالطريقة العادية، كأني كده بسلق الفراخ يا جماعة بالظبط، بس بسلقها كده في مية مبهرة بالبصل بالطماطم بالحبهان واللوري والحاجات دي كلها. بجد هتفرق جدا في طعم الفراخ معاكي، واللون كمان مع الكركم وتوابل الفراخ. انزل الميه المغليه تغطي معايا الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واقلبها وكده تمام جدا. اختياري كده من عندك، لو حابه تضيفي لها مكعب مرقه مفيش مشكله، مش حابه استغني عنه. انا بضيف مكعب مرقه علشان يطعم معايا الرز بعد كده، لكن طبعا الفراخ هتدي معاكي مرقه حلوه جدا. هغطيها بقى واسيبها تغلي على نار عاليه. اول ما تغلي اهدي النار معايا لنار متوسطه، واسيب الفراخ بقى لغايه يا جماعه ما تستوي معايا تسوية كاملة تماما، زي المسلوقة كأنك هتاكليها بالظبط، علشان طبعا تكوني واثقة من التسوية بتاعتها. سويت الفراخ بتاعتي 100%. هبدأ دلوقتي ان انا اطلعها، هطلعها على صينية واسيبها معايا على جنب كده تبرد تماما. في المرحلة دي غسلت عندي رز مصري، غسلته وصفيته مش منقوع ولا اي حاجة، وظبطت معيار المرقة اللي متوفرة دي، وهبدأ ان انا انزل الرز بالشكل ده. انا شلت شوية من المرقة لانهم كانوا كتير، وظبطي حسب بقى مقدار الرز، ولو حابة تعملي رز بسمتي برضو مفيش أي مشكلة. حطيت كده رشة من البابريكا، رشة كركم، هضيف لها كمان معلقة كبيرة كده من صوص الباربيكيو بالطعم برضو الرز. يعني ظبطي كده توابل الرز حسب بقى اللي انت شايفاه قدامك، المرقة دي ناقص لها ايه علشان تطعم الرز معاكي. علشان كده قطعت الطماطم والبصل مكعبات في الأول صغيرة، علشان ما يبانوش في الرز كده وما شيلهمش ويكونوا اخدين طعم الرز. ظبطي معيار الشوربة أو المرقة للرز. الرز بقى عايزه اقول لك طعمه هيكون احلى من الفراخ، لانه كده متطعم في مرقه الفراخ، طعمه رهيب. هسيبه على نار عاليه يتشرب الميه، بعد كده هديله النار لغايه ما يستوي عندي تماما، وبيكون بالشكل والجمال ده، خطير جدا وفي نفس الحله وما تعبناش خالص. تعالي بقى شوفي تكايه الفراخ. معايا هنا حوالي كوبايتين من الدقيق، دقيق عادي متعدد الاستخدامات. هبدا ان انا ابهره بقى، نص معلقه صغيره من الملح، رشه من الكركم حوالي نص معلقه صغيره، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة كده من البابريكا، حطي له نص معلقة صغيرة كمان من توابل الفراخ، يعني نفس التوابل اللي احنا اشتغلنا بيها في الفراخ بالظبط. رشة من البيكنج باودر حوالي كده نص معلقة صغيرة، علشان تخلي كده الكفر هش ومش مكتوم ومش معجن على الفراخ. هاخد من الخلطة دي معلقتين بس كده، أو حوالي يعني تلت كوباية مثلا من الدقيق، وخليها على جنب. وطبعا الكلام ده حسب كمية الفراخ اللي انت عاملاها. طب باقي كمية الدقيق اللي هتبقى جافة كده مع التوابل، هضيف عليها معلقتين كبار من النشا، وهزود لها رشة كمان من البيكنج باودر، واقلبهم مع بعض وخليهم كده دقيق جاف على جنب. يبقى كده معايا طبق فيه دقيق متبهر زي ما انتوا شايفين.
في علبة كده أو غطا أو حتى كيس تلاجة، وتلت كوباية الدقيق اللي كانت معايا هبدأ إن أنا أنزل لها المية شوية بشوية وأقلبها بالشكل ده. دي الخطوة بقى دي اسمها التلحيسة، بيعملوها كده في محلات السمك، عايزة أقولك رهيبة، عملنا بيها قبل كده السمك البلطي وكان مقرمش حتى لو قعد تاني وتالت يوم كمان. تعالي النهاردة نجربها في الفراخ وتشوفي القرمشة بعينك. تعالي دلوقتي بقى أقلب الخلطة دي شوية بشوية لغاية ما القوام بتاعها يكون عامل زي قوام عجينة الكريب كده أو عجينة الكيك، يعني وهو ولا خليط خفيف قوي ولا تقيل قوي بالشكل ده. أنا ضفت له رشة كمان من الكركم علشان ياخد اللون الأصفر ده. الفراخ أهم حاجة نشفت كده من المية اللي فيها واتهوت وبردت عندي تماما. أبدأ إن أنا أنزلها في خليط التلحيسة ده بالشكل اللي انتوا شايفينه. أهم حاجة الخليط ده يكون تقيل على الفراخ، يعني ما تحطيش الفراخ تلاقيها عمالة تنزله كده من عليها، يكون تقيل شوية زي ما انتوا شايفين، وتاخديها من الخليط بتاع التلحيسة اللي هو تقيل شوية كده على طول على الدقيق المبهر. يبقى الخليط السائل ده عندنا مبهر وفيه ملح وتوابل وكل حاجة زي ما احنا أخدنا من الدقيق الجاف، وتنزليها عندك على طول برضو على الدقيق المبهر. هبدأ دلوقتي بقى قطعتين قطعتين كده علشان ياخدوا الشكل المخرفش المقرمش الحلو. أبدأ إن أنا أقلبهم كويس جدا في الدقيق المتبهر، سواء علبة غطيها قلبيهم بإيدك كويس جدا ونفضي الدقيق، المهم ياخدوا الشكل كده المخرفش اللي انت هتشوفيه دلوقتي. برج العلبة كذا مرة كده لغاية ما ياخدوا الشكل الحلو ده، وكده معايا تمام جدا. بأجنحة بقى اعمليها هتكون رهيبة، قطع الفراخ 8 قطع برضو تحفة المتوفر عندك. أهم حاجة غطي الفراخ بالدقيق كويس جدا لغاية ما تديك الشكل ده كده تمام. طاسة بقى فيها زيت سخن وغزير على النار، ابدأي ان انتي نزلي الفراخ معاكي على اعلى درجة حرارة والزيت سخن حوالي 3-4 ثواني كده على اعلى درجة حرارة. الفراخ بس تاخد الشكل المقرمش بتاعها ده، وابدأي ان انتي هدي في المرحلة دي النار بتاعتك لنار متوسطة، وكمان قلبي الفراخ على الجنب التاني علشان تاخد الشكل المقرمش ده من الجنبين. هتقولي لي طب ما الفراخ مستوية ما نحمرها على نار عالية وخلاص. هقولك علشان الكفر ده تحته عجين والدقيق وعايزين الكلام ده كله يستوي، فخليكي على نار متوسطة وكل شوية قلبيها من الجنب ده للجنب ده لغاية ما الفراخ تقرمش معاكي وتاخد كده القرمشة والشكل الحلو ده من الجنبين. في المرحلة دي ببدأ ان انا لما تاخد اللون اللي انا عايزاه وتقرمش اعللها النار على اعلى درجة حرارة، على اعلى درجة حرارة علشان تطرد اي زيت زيادة شربته، وابدأ بقى ان انا اخرج معايا الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي المرحلة دي أكون لسه محضرة حالا دور تاني من الفراخ، ما ينفعش أعمل الكمية كلها مرة واحدة، هتلاقي الكفر ده عجن معاكي على الفراخ فملهاش أي لازمة. ودور كده في الطاسة ابدأي إن انتي اعملي الدور التاني وهكذا. شوفوا لي بقى القرمشة والجمال واللون والخرفشة كده اللي على جلد الفراخ من بره. تعالوا كده بقى نقدمها مع بعض ونسمع مع بعض القرمشة. بصوا كده حطيت الرز اللي أنا عملته، اسمعوا لي كده القرمشة رهيبة جدا. وتعالوا بقى نشوف الجمال، الفراخ ما شاء الله اللهم بارك، شكلها ولونها بيتكلم عن نفسها، والتسوية بقى واثقين منها 1000000%. اصل احنا يعتبر سلقينها، بس سلقينها في مية مبهرة ومتطعمة وخطيرة، طعم وريحة وتتبيلة وتسوية وقرمشة مفيش بعد كده. مع الرز الخطير ده اعملي جنبها شوية كولسلو وبألف هنا. اتمنى الفيديو ان شاء الله النهاردة يعجبكم، ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو. مع السلامة.